فنحن في بلد كبير، بلد بدأ منذ دخول موسى بن نصير رحمة الله عليه إلى هذه البلاد فاتحا حاملا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فمنذ ذلك الوقت وبلد المغرب بلد من أكبر عواصم الإسلام وأهمها وأكثرها إنتاجا لحضارة الإسلام وأكثرها كذلك تحملا للأعباء. إن بلدا أنتج من الأئمة والقادة أمثال عمي يوسف بن تاشفين أمير المسلمين وابنه علي بن يوسف، ثم بعد ذلك عبد المؤمن بن علي، ثم بعده يعقوب بن منصور، ثم بعد ذلك المولى إدريس بن عبد الله المهدي بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، إلى أن نصل إلى المولى إسماعيل، ثم بعد ذلك الزوايا التي وجهت العالم كله. فنحن نعرف ما كان لجامع القرويين في فاس من الأثر، وما كان لمكناسة الزيتون من الأثر، وما كان كذلك لزاوية الدلائيين في الجنوب، وما كان لوادي درعة وبالأخص لمدرسة محمد بن ناصر الدرعي من الأثر البالغ في تحمل أعباء هذا الدين ونشره. ونعرف كذلك من كان من المجاهدين في هذا البلد رافعا للواء الإسلام، فلا نزال نذكر خروج طارق بن زياد من هذا البلد عابرا هذا البحر وفتحه للأندلس، ولا نزال نذكر كذلك خروج عبد الرحمن الغافقي ووصوله إلى بلاط الشهداء في جنوب فرنسا، ولا نزال نذكر بعد ذلك جواب يعقوب المنصور لملك فرنسا حين كتب له الجواب ما ترى لا ما تسمع، ولا نزال نذكر خروج يوسف بن تاشفين في 30,000 مقاتل من المغرب وعبوره لنجدة المسلمين في الأندلس. وقد وصف ذلك الشاعر الداني بقوله: قوم لهم شرف العلا من حمير، وإذا انتبوا صنهاجة فهم لما حووا علياء كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا. ولا تزال هذه النماذج تتكرر في المغرب، فنحن نعلم ما كان من الجهاد للمولى إسماعيل وأولاده محمد العالم ومولاي عبد الله، ثم بعد ذلك لمولاي يوسف، ثم بعد ذلك ما كان لعبد الرحمن بن هشام، ثم بعد هذا ما كان من الجهاد العلمي في وقت الاستعمار وضعف العلم للمولى عبد الحفيظ رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك ما كان في وقت الاستعمار من الجهاد والمقاومة. فلا ننسى جهود مولاي محمد الخامس رحمة الله عليه، وجهود العلامة علال بن عبد الله الفاسي، وشيخنا عبد الكريم الخطيب، وغيرهم من قادة هذا البلد الأجلاء. والحضور الآن عن اليمين وعن الشمال كلهم امتداد لأولئك وسلوك لطريقهم، وبين يدي كذلك شيخنا وكذلك المشايخ الذين أمامي، فما هم إلا امتداد لتاريخ المغرب الطويل ولحضارة هذا البلد العريق. وألم قليلا بواقعنا، فإننا وإن تغنينا كثيرا بأمجاد حركتنا حركة الإصلاح والتوحيد وبما قدمته من النموذج الفريد، إلا أننا كذلك نشكر للمغرب إتاحة الجو للحركة لتعمل، فليست هذه الحركة وحدها بين حركات العالم، ففي العالم كثير من الحركات الإسلامية التي تنتهج النهج الوسطية الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، ولا تتبنى العنف، ولا تتبنى كذلك الميوعة والتساهل، لكن لم تجد أجواء مثل الأجواء الموجودة في المغرب لتعمل فيها حتى تري النتائج. فلذلك نشكر المغرب على إتاحة هذا الجو الذي نجتمع فيه اليوم. وأذكر أننا قبل فترة طويلة كنا حضرنا مؤتمر اتحاد الجمعيات الإسلامية العاملة في فرنسا سنة 90 و900 وألف، وكان شراك ذاك عمدة باريس، فكان من كلامه المؤثر الذي قاله: إن فرنسا فخورة، إن بلدية باريس فخورة بأن تعقدوا اجتماعكم هذا الذي يحضره 75,000 من المسلمين في هذه المدينة، حيث لا يتاح لكم عقده في أي مدينة أخرى من بلادكم الإسلامية. فإتاحة المغرب هذه الفرصة للاجتماع وللعمل
ولمجيء الوفود من مشارق الأرض ومغاربها، فبين أيدينا الآن وفود المشرق ووفود إفريقيا وكذلك أهل المغرب، كله يدل على أن الحكمة متبادلة، فهي في المغرب كله قيادة وشعبا، وأن هذا التعاون كذلك إن شاء الله تعالى سيأتي بنتائج أكبر من المتوقع. فهذا التعاون بين القمة والقاعدة لا شك سيكون له أثر بالغ في نصرة هذا الدين وإعلاء كلمة الله، وفي المنهج السوي المعتدل، وفي تعليم الناس الخير. ولا شك أن نهضة المغرب في التعليم قد ازدادت في السنوات الأخيرة، وبين يدي كذلك أساتذة الجامعات والمجالس العلمية في المدن، وهم أدرى بهذا مني، ولكني ألاحظ أن النهضة العلمية قد زادت في حين انحسرت فيه في بلدان كثيرة. ولا شك أن هذا من الفضل العظيم الذي امتن الله به على هذه البلاد. وقديما قال الشاعر: الغرب خير وعند ساكنه أمانة أوجبت تقدمه، فالشرق من أجل ذاك يودعه بالليل ديناره ودرهمه. يقول إن أهل المغرب لديهم أمانة، فالشرق يودع عندهم الشمس والقمر، فهم الدينار والدرهم يودعان في الليل عند المغرب لأمانته. ما أريد أن أطيل كثيرا، وأنا أعرف أنكم تنتظرون برامج طويلة، وأن لإخواني أيضا المتحدثين بقية في الكلام، فأقتصر على هذا الحد وأختم بدعاء إذا سمح المشايخ به. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول.